يعيش نحل عسل الجردي في هذا الجبل الغني بالنباتات والأشجار المثمرة في القلمون الشرقي، قرب لبنان وبلودان والزبداني. تعرف المنطقة الواسعة من هذا الجبل باسم جرد هريرت، حيث ينمو نبات الزلوع، الذي يعتبر من أشهر النباتات التي يتغذى عليها النحل، ويشكل حوالي 30% من النباتات في المنطقة. بالإضافة إلى الزلوع، تنبت في هذه المنطقة نباتات برية نادرة وأزهار عطرية وعلاجية، مما يمنح العسل رائحة عطرية مميزة وكثافة طبيعية ممتازة. وتتميز المنطقة أيضا ببعدها عن المدن والقرى والعوامل السلبية، مثل الروائح والدخان الذي قد يؤثر على النحل والعسل، مما يقلل من احتمالية رشها بالمبيدات ويضفي عليها طابعا طبيعيا وجماليا. من النباتات الموجودة في المنطقة نبات القبار، والزعتر، والكوان، والشيح، وغيرها الكثير. ويعتبر هذا النوع من الأعسال نادرا، لأن الكميات التي ينتجها النحل قليلة. للاستفسار أو طلب المزيد من المعلومات، لا تترددوا في التواصل معنا. نسعد بخدمتكم.